السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا شفنا الايام اللي فاتت ديت قرار ملك اسمه ايه، ملك قطر، ان حماس تمشي من البلد اللي هم من قطر. طيب، انا عايزه بس اوجه رساله للاستاذ الاسطوره اللي ماشي موطي راسه. حضرتك رفعت راسك شويه وشفت اللي حصل، ولا لسه راسك موطيه؟ مش هتقول لنا حاجه على اللي حصل ده يا شيخ؟ هي تعريضه صغيره لقطر يعني، ولا اسمع زي المعرضين اللي طلعوا قالوا ايه؟ قطر شالت فوق طاقتها يرضي مين؟ وقالت ان كتر خير قطر على اللي عملته. معلش انا عايز اعرف بس ايه اللي اتعمل، يعني ايه اللي شالته فوق طاقتها علشان يعني خبت الارهابيين عندها اللي عملت لهم قصور وكده. طيب عشان ايه اللي عملته قطر؟ علشان انا عايز اعرف انجازاتها ضد اتجاه فلسطين ايه. طيب، معتز نتان، عشان انا ما بقولش مطر، وناصر محمد ناصر كناريا وترتر وباقي الشله الوسخه بتاعتهم. طيب احنا مش هنسمع منكم حاجه يعني على القواعد الامريكيه اللي في قطر، على القواعد الامريكيه اللي في تركيا، ولا انتوا بتشغلوش بالكم الا على مصر بس؟ يعني انا عايز اعرف. محمد ناصر بتفرد نفسك قوي وعضلاتك على مصر قوي، والسيسي والمركبه ومعتز نتان اللي عامل لي فيها مناضل الاهطل ده. ما سمعناش منكم يعني حاجه عن القواعد الامريكيه اللي في تركيا وفي قطر. ليه؟ هيطلع لي طبعا خروف براس خنزير يقول لي ايه، هو شاغل ببلده بس ملوش دعوه بالبلد اللي التانية. مش طب طالما هو شاغل دماغه ببلده بس، حاطط الامارات والسعوديه في دماغه ليه؟ حاطط اي بلد بتقف مع مصر في دماغه ليه؟ معتز نتانة ومحمد كناريا ناصر قاعدين في بلد بتدعم الارهاب وبتدعم اسرائيل وبتقبض منهم، بيدفعوا ضرايب ليهم. هو ايه يعني؟ انتوا قاعدين في بلاد بتدعم الارهاب اصلا ومع اسرائيل بتديلهم اسلحه وكل حاجه، وكنتوا في تركيا وصوتكم انخرس، وفي قطر فيها اكبر قاعده امريكيه وبرضه صوتكم اتخرس. لعل المنع خير، يعني لعل المنع خير. ايه اللي مسكتك يا كناريا انت وناصر؟ اتحدى كلب فيكم، لا كلب ايه ده، انت كلب او ده كلاب اوفياء. اتحدى خنزير فيكم يطلع يتكلم على قطر وتميم وتركيا واردوغان. انا اتحداكم من هنا، من بيتي، من مصر ام الدنيا، ان خنزير فيكم يطلع يتكلم على تميم وعلى اردوغان. والله اتحداكم. يا ترتر، انت قاعد فين دلوقتي يا ترتر؟ هتطلع يا ترتر بدقنك العيره تطلع تتكلم عليهم؟ هتطلع تقول؟ اقسم بالله انا عارفه ان انتم معرضين ومش هتطلعوا تتكلموا ومش هتقدروا تجيبوا، ولو طلعتوا اتكلمتم هتقولوا زي الحمير براس خنازير التانية اللي جايين من صلب اليهود اللي قالوا قطر قطر هتعمل اكتر من كده، كتر خير قطر قوي. والاستاذ اللي موطي راسه، هتفضل موطي راسك لحد امتى؟ مش هترفعها بقى وتتكلم شويه على اللي بيحصل؟ يعني انت مش هترفعها بقى وتقول لنا ازاي قطر تعمل في حماس كده، او في الباقي من قاده حماس اللي هو هيبدلوهم قريب هو كمان، عشان طبعا دور هنيه ودور سمار خلاص فضل مشعل بقى، وابو عبيده اللي مستخبي في تركيا. هتطلع يا كناريا انت ونتانه وترتر ومش ومين تاني، هيثم اسمه اسامه الهانش. ايه يا اسامه؟ قاعد في بلد بتؤيد الاسرائيل يا اسامه، مش عارف تتكلم عنها يا اسامه؟ مش عارفه يا اسامه يا هانش؟ تطلع تتكلم لنا كده، تعمل لنا نضال وتورينا شطارتك وحلاوتك كده على البلد اللي انت بتدفع لها ضرايب عشان تبعت اسلحه لاخواتك في فلسطين اللي انت يعني بتتباكى عليهم. والله اتحداك يا اسامه يا هانش انت كمان. اسامه نتانه كناريا ترتر، اي شخصيه خنزيريه زيكم اتحداكم تطلعوا تتكلموا على دول تركيا
والقواعد الامريكيه اللي في العديد عندها اكبر قاعده امريكيه طبعا، اللي بيطلع منها طيارات ضرب اخواتنا في فلسطين. تركيا نفس الكلام، هتطلعوا تتكلموا منها؟ البلد اللي انت قاعد فيها هتطلع تقول انتوا بتدعموا اسرائيل؟ لو واحد فيكم ذكر، مع ان اشك يطلع حد فيكم يتكلم وينبح عليهم، والله اشك. دفعتوا ملايين في الاعلام الهبله اللي ضد مصر، وعمال تدفعوا للجان متخلفه. هيطلع طبعا خنزير براس، لا حمار براس خنزير يقول انت لجنه. طبعا اللجان طبعا بتطلع بنفسها وبتتكلم وكده، ده اللجان اتغيره قوي. فطبعا انت هتطلعوا طبعا، يعني دفعتوا كتير قوي عشان توقعوا مصر. سبحان الله، ربنا بيعزها وبيذلكم، ربنا بيعزها وبيعز رئيسها وجيشها وبيذلكم. دام عليكم يا رب الذل والقهر والتشرد، دام عليكم لحد ما تموتوا، ودام علينا العز والامن والامان اللي احنا فيه، ولله الحمد. هيطلع لي برضه حمار براس خنزير يقول الاسعار، هقول البلد اللي انت متلقح فيها كلمنا على اسعارها ومرتباتها دلوقتي بلاش. لما تبقى بلدك بلد وفيها امن وامان وجيش وبيطلعوا يتكلموا معانا، اقول لك اكتر من كده؟ الحمد لله ان احنا احسن من غيرنا كتير، احسن من كام دوله. مش مصر اللي وقعت ليبيا، مش مصر اللي وقعت العراق، مش مصر اللي وقعت فلسطين، مش مصر اللي وقعت لبنان، مش مصر اللي وقعت سوريا واليمن وخربت تونس، مش مصر اللي خلت الجزائر تبقى على الوضع اللي هي فيه، مش مصر اللي خلت ايه تاني، والله العظيم ما انا فاكراكم من كتر الخراب اللي عندكم. المغرب، حبايبنا المغاربه المحترمين، انما ولاد الادب لا. مش مصر برضو اللي خلتكم تبصوا الايادي. حبايبنا احنا ما بنسمعش لكم حصه الا في شعارات هبله، شعارات فقط لغير على مواقع التواصل. اقسم بالله حتى ما حصلتوش تبقوا ابطال على مواقع التواصل الاجتماعي. اخر حاجه احب اقول لكم، انا بتحداك يا ناصر، معتز، كناريا، ترتر، اسامه الهانش، بتحداكم، واللي هو التاني البقره التاني اسمه هيثم، ده اللي كان متهم في قضيه سافله كده في تركيا. مستناك تطلعوا تتكلموا على تركيا لو فيكوا راجل، مع اني اشك طبعا وانا متاكده ان مفيش فيكوا راجل. السلام عليكم.